هناك أي دليل على من كاتب هؤلاء الكتب. تمام. يعني من معنى أدق، بس أنا سمعت واحد بيقول لك يا شيخ ما هو مكتوب عليه اسم أيوة نعم. طب أنا حضرتك الآن شيخ معروف آه واسمك الشيخ إيهاب، آه إيهاب عدلي. تمام. نفترض الآن نزل في السوق كتاب للرد على الملحدين، الكتاب للشيخ إيهاب، هل معنى كده إن مصر كلها ما فيهاش إلا الشيخ إيهاب عدلي؟ تمام. مستحيل. تمام. طيب إذا كان حضرتك ما كتبت، حضرتك في الكتاب ما عرفتش عن نفسك وأنت تمام. المؤلف ولا كتبت أي شيء، هذا ما نحاول أن نثبته. هذا ما نحاول أن نثبته يعني ونضع هذه القاعدة ونوجهها إلى الأناجيل. تمام. ليس هناك دليل داخلي من هو كاتب هذا الكتاب. الله يعزك. إنجيل مرقس يقول الأب متى المسكين في تفسير إنجيل مرقس، الأب متى المسكين إن علماء المتأسف إن جميع آباء الكنيسة بلا استثناء يقولون أن هذا الكتاب ليس لمرقس بل لبطرس، وبطرس هذا المفروض هو أحد التلاميذ، والمفروض هو زعيم التلاميذ أو زعيم الحواريين أو الرجل الأول بعد يسوع. تمام. جميع علماء الغرب وجميع الآباء بلا استثناء يقولون إن الكتاب ليس لمرقس، الكتاب لبطرس. ومع ذلك الكنيسة المصرية تقول الكتاب لمرقس بدون أي دليل، ومع ذلك لا يستطيع علماء الغرب ولا علماء الشرق أن يثبتوا أن الكتاب لمرقس أو لبطرس. تمام يا شيخ. ارجع لتفسير الأب متى المسكين، تفسير إنجيل مرقس، ارجع من صفحة رقم صفحة 23، من صفحة 23 ارجع واقرأ هذا الكلام. ادي الدليل. تمام. عشان كده انا بقوم بجيب المكتبة الدليل من كتبهم. تمام. من كتبهم، من علمائهم. حضرتك الان بالنسبة اتفضل بقى الوقت. انا عايز جزاك الله خير. يعني بعد هذه المراجعة انا اريد بس يعني إن انت تريد ان توصل معلومة لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة، أن هذه الأناجيل يعني هناك شك يعني قوي جدا حول نسبتها لكتبتها الذين وضعت أسماؤهم عليها. لا مش بص يا شيخ، هناك يقين وهذا ليس رأيي أنا أن كتبة الأناجيل مجهولين. يبقى إذن مجهولين. يبقى إذن الأمر ليس شكا إنما هو يقيني. لا مش شك أبدا. أنا مثلا أعدي لحضرتك أنا قلت الكلام ده قبل كده لحضرتك في ترجمة اسمها ريفايز ستاندر اديشن، وهي ترجمة مسيحية للكتاب المقدس، واديت لحضرتك اهو مثلا عند ثواني. نعم. هذه الترجمة ريفايز ستاندر فيرجن، يعني نسخة منقحة للكتاب المقدس لنسخة اللي هي ايه، اللي هي نسخة الملك جيمس او نسخة اللي هي ايه اللي هي كينج جيمس فيرجن. حضرتك لو تقرأ مكتوب بالدليل والبرهان صفحة رقم 12 إلى صفحة 17 كاتبين من هم مؤلفين الكتاب المقدس من الألف إلى الياء، يعني عهد قديم وعهد جديد، مجهولين. مثلا على سبيل المثال، لا حضرتك ذكرت ذلك. تمام. على سبيل المثال بس ندي يعني كتاب القضاء احتمال يكون صمويل، كتاب رعوس الكاتب غير معروف احتمال يكون صمويل، صمويل الأول الكاتب غير معروف، وهكذا. كل الكتاب المقدس. أنا كنت سأبني يعني كلاما على كلمة الشك القوي هذا يا شيخ، كنت سأبني عليها كلاما إن الشك في أمر الوحي يجعل الاعتماد على هذا الوحي المشكوك فيه اعتمادا باطلا، يعني لا يجوز الاعتماد على أمر المشكوك فيه، فما بالك إذا كان يعني الأمر عندنا يقيني أن هذه الأناجيل ليست منسوبة إلى أصحابها، وأن الكتبة مجهولين، وأنهم لا علاقة لهم بهذه الأناجيل، فإذا يعني لا يعتبر هذا الأمر وحيا يعتمد عليه قارئه. أنا أسألك سؤال دلوقتي يا شيخ، متى كتب إنجيل لوقا؟ قبل السؤال دي واحدة شيء. شوفوا فضيلة الشيخ إيهاب، أي عقيدة على وجه الأرض هذه العقيدة مبنية على الكتاب بتاعها، سواء كان يعني احنا مسلمين القرآن الكريم، الغير مسلمين الكتاب المقدس، إذا صح هذا الكتاب لله إذا العقيدة صحيحة. نعم. إذا كان هذا الكتاب ليس كلام الله العقيدة تنهار كلها. حضرتك زي ناطحة سحاب، هذه الأساس غير سليم
انها تقف حتى النهار. تمام. اهم شيء هل الكتاب كلام الله؟ اذا كان كلام الله اذا العقيده صحيحه. يعني احنا عندنا في الاسلام يا شيخ، يعني انا استخدمت كلمه الشك ليه؟ كلمه الشك قريبه من كلمه الريب وهو التردد، لان ربنا عز وجل بعد سوره الفاتحه مباشره بدأ في ذكر القرآن الكريم أنه لا ريب فيه. ألف لام ميم، سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فاستخدم الله عز وجل نفي الشك عن هذا الكتاب، فأنا استخدمت نفس اللفظ الذي يعني جاء به القرآن الكريم، أحسن الله إليكم. وإن كان يعني الأمر يقيني، ولكن استخدمت نفس اللفظ القرآني، لأن القرآن يعني كأن الله عز وجل يقول لنا إذا حدث أي نوع من أنواع الشك في الكتاب، أن هذا الكتاب يعني ليس منسوبا إلى الله تبارك وتعالى وليس وحيا من عند الله تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز أبدا الاعتماد عليه. أحسن الله إليك. شيخ أنا عايز أسألك سؤال بس عشان نبدأ بقى في المادة بتاعت الحلقة ديت. احنا خلصنا إنجيل متى وخلصنا إنجيل مرقس، هنبدأ في إنجيل لوقا، صح يا شيخ ولا لأ؟ اللي هو عليه الدور لوقا. فالسؤال الأساسي اللي أنا دايما أسأله لحضرتك ده في أول كل يعني حديث عن إنجيل من الأناجيل، أقول لك السؤال زمني: متى كتب إنجيل لوقا؟ ده شق في السؤال. الشق الثاني: وهل هذا يعني لو احنا قلنا ان اتكتب سنة 5 ميلادية أو 10 ميلادية أو 6 ميلادية، يعني أي حاجة طبعا ميلادية مش هينفع 10 ولا 6، ده سيدنا المسيح يكون لسه صغير. لو قلنا 100 200 300، هل هذا التحديد الزمني متفق عليه بين يعني أهل هذا العلم، علم يعني النظر في نسبة الأناجيل إلى أصحابها؟ اتفضل يا شيخ. طيب جزاك الله الفردوس. أنا معايا حضرتك التفسير تدرس يعقوب ملطي، وهو المفسر المعتمد في الكنيسة المصرية، وأنا معايا تفسير الأب متى المسكين، والاثنين بيختلفوا في وقت الكتابة وحتى المكان اللي كتبت فيه. مثلا قمص تدرس يعقوب ملطي والتفسير بتاعه معتمد. أنا عايز حضرتك تقول الكلام ده تاني يا شيخ لو سمحت. أنا مع حضرتك تفسير الأب متى المسكين، ومعايا تفسير تدرس يعقوب ملطي، والاثنين من الكنيسة الأرثوذكسية. تمام. الأب متى المسكين يعتبر من أكبر علماء الكتاب المقدس في مصر. تمام. والقمص تدرس يعقوب ملطي التفسير بتاعه هو التفسير المعتمد في الكنيسة المصرية. تفسير للوقا وتفسير للوقا. نعم. تفسير لإنجيل لوقا وتفسير لإنجيل لوقا. أنا بتكلم عن لوقا الآن. ماذا يقول عن إنجيل لوقا؟ يقول تحت عنوان تاريخ كتابته. يوجد تقليد ثابت بخصوص تاريخ كتابته ومكان كتابته. فالقديس إرمياؤوس يرى أنه كتب قبل استشهاد القديس بولس. تمام. بينما القديس جيروم معتمدا على المؤرخ يوسابيوس القيصري يراه كتب بعد استشهاد الرسول بولس. كتب. ففي واحد من يقول يدي الوقت واحد من اباء الكنيسه اللي هو القديس ارمياؤوس بولس كتب قبل ما يموت بولس. تمام. انما القديس جيروم بيقول كتب بعد ما مات القديس بولس. الان يقول ان سنه الكتابه ما بين سنه 63 و67. سنه كان امتى؟ ما بين 63 و67. مين اللي قال الكلام ده بقى؟ اللي بيقول الكلام ده الاب متاسف القمص تدرس يعقوب ملطي. تمام. ما بين 63 و67. تمام. طب الكتب فين؟ تمام. الكتب فين؟ غالبا يعني احتمال في روما، وان كان قد راى البعض انه كتب في اخائيه او في الاسكندريه. عندك 3 احتمالات. انا صراحه بيعجبني بصراحه زي الاناجيل بتديك زي الامتحانات الامريكيه، بتديك 4 اجابات مختلفه وانت اختار الاجابه اللي تريحك. تمام. يعني حضرتك لو دارس في امريكا ودرست في امريكا، لا ما احنا جات لنا حاجات زي كده. حاجات اسمها مولتيبل تشويس او مولتيبل انسر، يديك 4 اجابات واختار الاجابه اللي تعجبك. تمام. والاربعه بيختلفوا مع بعض. فهنا بيقول احتمال روما، احتمال اخائيه، احتمال اسكندريه، الله اعلم. تمام. ماذا يقول الان الاب متى المسكين؟ نسمع ماذا يقول الاب متى المسكين على تاريخ كتابته ومكان كتابته. تمام. ثواني. احنا خلصنا يعني المؤلف الاول وسندخل في المؤلف الثاني، المفسر الاول وسندخل في المفسر الثاني، المفسر الاول والمفسر الثاني. تمام. تمام. نعم. الان الاب متى المسكين اسمع ماذا يقول حضرتك. يقول ان هو اتفق العلماء وبالاخص هرمس وبروس ان القديس لوقا ومرافق القديس بولس في سجنه الاخير بروما الف سفر الاعمال. لاحظ ما يقول. الف
لاحظ ألف. تمام. ألف. ما هو يعني أنا سمعت أحدهم وهو يقول لك الوحي ده بيتاخد كله على بعضه، ما نقعدش نقف مع كل كلمة فيه وكل حرف وكده. نعم. ألف سفر الأعمال في مدى السنتين اللتين عاش فيهما مع القديس بولس في البنك الذي استأجره، ذلك حوالي 61 وانتهى باستشهاده حوالي 62. قال لك احتمال يكون 61 62. لاحظ الثاني قال لك ايه؟ 63 67. الثاني 63 67. تمام. طيب ممتاز.